تعادل الزمالك مع ستيلنبوش 0-0. بصوا يا جماعه، التعادل بره الارض في العموم عامه حاجه كويسه، مش حاجه وحشه اطلاقا، ولكن في ماتش النهارده لا، الزمالك كان ممكن يكسب النهارده. على فكره 0-0 دي نتيجه مش وحشه ومش جامده برده، يعني هي لا نتيجه حلوه ولا نتيجه وحشه، ولكن انا وجهه نظري طبقا للي حصل في المباراه الزمالك كان يقدر يكسب، حتى بالذات في اخر مباراه احنا ضيعنا يمكن 3 كور، ممكن 3 يخشوا عادي جدا، ولكن طوال المباراه الزمالك كان ممكن يبقى افضل هجوميا بكتير، وده اللي مزعلني على فكره. ان شاء الله هنا هنكسب بسهوله، انا بقول لك ان شاء الله هنا في استاد القاهره مباراه باذن الله سهله جدا. الزمالك باذن الله، احنا بره وكنا في بعض الكور اخطر منهم، ولكن الزمالك مع بيسيرو كان لازم يبقى اشرس النهارده. يا جماعه بصراحه في تحفظ غريب جدا من بيسيرو في العموم بادئ المباراه غلط، طبعا في اللعبه مش في الفورمه، مش محتاج اقول لك مين، وفي التحليل هنبقى نتكلم، ولكن بيسيرو كان متحفظ زياده عن اللزوم قوي كمان. كالعاده نبدا الاول بتشكيله الزمالك بدا الماتش 3-4-3، حراسه المرمى محمد عواد، خط دفاع صلاح وحسام والونش، نص ملعب دونجا وشحاته، وينج باك يمين عمر جابر، وينج باك شمال فتوح، قدام زيزو يمين مهاجم الجزيري، ووينج شمال شلبي. اول ما الماتش بدا على طول لقيت الزمالك بيضغط ضغط عالي شرس وقوي جدا على ستيلنبوش، لدرجه ان هم غلطوا فعلا، وشحاته قطع منهم الكوره ورمى مسؤول الجزيري في اول دقيقه في الماتش، وراح الجزيري ما عملش بيها حاجه. فالزمالك انا قلت ايه ده، الزمالك هيبتدي بشراسه هجوميه حلو ده نكمل، بعدها مفيش خالص، تراجعنا تماما تحت الكوره. مش دي بقى الفكره ان انا اتراجع تحت الكوره ولا لا، في فكره اهم طبعا، واحنا معانا كوره 3-4-3، وانا معيش الكوره كنت بلعب ازاي 5-4-1 برده تحت الكوره، زيزو بيرجع ناحيه اليمين يدافع، شلبي بيرجع يدافع ناحيه الشمال، والاثنين في نص ملعب، وطبعا قدام الجزيري. انا المشكله عندي في ايه بقى؟ في ناس كتير قوي بتقول ان الزمالك يا جماعه في اول الماتش او اول شوط مثلا او اول كمان 60 دقيقه مش عارفين قوي نعمل بيلد اب الا لما هم بيرجعوا، يعني هم لما بيضطروا ان هم يرجعوا يقفوا تحت الكوره فخلاص انا بطلع عادي من الدفاع لخط وسط، ما فيش حد ضغط عليا. لكن فعلا كان في مشكله في نص ملعب الزمالك، بوجهه نظري مشكله فنيه اكيد من بيسيرو، انا مش عارف في ايه بصراحه يا جماعه. ملعب بثلاثه في نص الملعب، 3 يساعدوني على الخروج بالكوره ويساعدوني هجوميا، بدي حته بيسيرو. الناحيه بقى الفرديه دونجا، انا مش قادر افهم دونجا يا جماعه، بيحلق في موضوع دونجا، بيحلق ده اتكلمنا فيه كتير. دونجا كمان بيبوظ هجمه الزمالك في كوره، مثلا ممكن دونجا ياخد الكوره يلعب لونج بول بسرعه قدام في ظهر الدفاع، ياخد الكوره اللي قدام عموما اقدر ان انا اوصل للثلث الاخير بسرعه. دونجا بتجي له الكوره بيقف عليها كتير، بتطلع منه الكوره بيعمل ميس باس غريب، يعني في كور مثلا انفرادات لو رميت ثرو قدام لعبها بالجنب او لورا مشكله. لكن ارجع اقول لك برده دي مشكله بيسيرو. اقول لك على حاجه بالهداوه والله بجد، الزمالك ابتدى يهاجم اكتر امتى؟ لما دونجا خرج ونزل جهاد، وده مش تقطيع في اللاعب اطلاقا على فكره، بالعكس انا بقول كده عشان انتقده نقد ايجابي يفوق يعرف مشكلته ايه، رغم ان جهاد ليه لقطه كانت وحشه، يعني لقطه سلبيه جدا، بس اغلبيه لقطات جهاد كان كويس جدا، بالذات كمان في بياخد الكره لقدام، كره لقدام على طول. ده اللي انا عايزه منك يا دونجا، او عايزه من اي لاعب بيلعب في نص ملعب نادي الزمالك، الكره تاخدها لقدام مش تموت اللعب، دي المشكله. وكمان زي ما قلت لك ملعب باثنين بس في قلب الملعب. طب انا قلت لك ما قبل، قلت لك فتوح يلعب في نص ملعب ليه؟ عشان يساعدنا في الخروج بالكره. الناس كلها بتتكلم الزمالك مش قادر يطلع بالكره، طب انا قلت لك ده ما قبل، وانا لا ضحكت عليك، قلت لك شحاته وجهاد وفتوح، قلت لك لو لعبت كده وباك شمال حمدي، وناس قالت لي حمدي دفاع، حمدي اكيد مش باك شمال سوبر، لكن انا قلت لك ايه برده في نفس الفيديو، قلت لك ان فتوح هيميل على حمدي في الدفاع. اقول لك على حاجه وجهه نظري، بيسيرو لعب شلبي عشان يرجع يدافع مع فتوح، شلبي طول الماتش عمال يدافع مع فتوح، دي حاجه مش وحشه على فكره ان انا يبقى عندي وينج بيرجع يدافع، دي حاجه حلوه في العموم. انا كنت ممكن احل ده بنلعب حمدي باك شمال وجنبه فتوح اللي هو العبه في نص الملعب ويميل عليه، طب انا كده قفلت الجبهه دي. الجبهه اليمين دي اخطر جبهه في ستيلنبوش في العموم، يعني مش بتكلم على ماتش الزمالك، في العموم دي افضل جبهه عندهم. هو كمدرب ماشي حب ان هو يقفل ده، خلاص طب انا ممكن زي ما قلت لك العب بحمدي ومميل عليه فتوح، وفي نفس الوقت فتوح هيفيدني في ايه بقى؟ في ان انا اقدر اتدرج بالكوره، هيقدر ان هو ياخد الكوره يلعب باللونج بول في ظهر الدفاع ده بمنتهى السهوله. شفتوا يا جماعه كذا كوره بتلعب في ظهر الدفاع وبنروح كوره زيزو العرضيه وكذا مره، هم بقول لك عندهم الثغرات واضحه، انا ما عرفتش استغلها، دي مشكله المدير الفني او الجهاز الفني للزمالك مش قادر يقرا الماتش. انا بقول لك وجهه نظري الشخصيه، انا بقول لك اهو لو الزمالك كان لعب بشحاته وجهاد وفتوح الثلاثه في نص الملعب، وجهه نظري الزمالك كان هيكسب، ممكن كمان 2-3. ليه؟ كنت هتستفزهم يضغطوا عليك، لو تعالى اضغط عليا انا بلعب بثلاثه في نص الملعب. وانا وجهه نظري ان الثلاثي ده على مستوى الخروج بالكوره كويس جدا جدا، كل اللي عايزه الكوره هتتلعب في ظهر الدفاع، اللي زيزو ده ما اتلعبت اكتر من مره، او للجزيري او ناصر منسي لو كنت تبتدي بيه، اي حد قدام في خط الهجوم افضل بكتير، وفي نفس الوقت كنت هامن نص الملعب، ده اللي انا كنت عايزه، اقدر اطلع بالكوره بسهوله وامن نص ملعبي. انا بقى لا عملت كده ولا عملت كده، للاسف دونجا بيحلق. والنهارده شحاته كان رائع، النهارده شحاته هايل في كل حاجه النهارده، في الهجوم وفي الدفاع في التغطيه، حتى غطى على دونجا في حاجات وغطى على جهاد في كوره في اخر الماتش، جهاد سرح كده اللعيبه ضغطت عليه، لعيبه ستيلنبوش قطعت منه الكوره، غطى عليه بشكل ممتاز. فشحاته النهارده كان هايل. انا بقول لك شحاته لو جنبه 2 جامدين، يعني لو جنبه جهاد وفتوح كمان زي جنبه، انا بقول لك كنت هتلاقي ماتش جامد جدا من الثلاثي ده. طب اقول لك على حاجه، والله
اخدت عادة على نفسي، قلت لو النتيجه ايا كانت النتيجه ايه، لو كان بيسيرو لعب فتوح في نص ملعب في المباراه دي بالذات ولعب بحمدي باك شمال، لو كانت ايه النتيجه كنت اقول لك برافو عليك انت قررت الماتش صح. ايا كانت النتيجه كنت اقول لك بيسيرو عاش عاش عاش. ليه انا بحب المدير الفني اللي يعرف يقرا الجيم. النتيجه دي بتاعت ربنا، كره ناصر منسي اللي جت في العارضه دي لو كانت دخلت جول خلاص كنا كسبنا والحمد لله. وطبعا الحمد لله على التعادل على فكره، انا بقول لك عادي ان نيجي هنكسب 3 و4 باذن الله. بس في شواهد وحاجات معينه بتقول لك المدرب ده ما اتفرجش على الفرقه دي، في حاجات بتديك كده على طول، منها ان انا العب بدونجا في نص ملعب في ماتش زي ده مستحيل. ماتش زي ده بالذات عايز اطلع بالكره بسلاسه، مش العب بدونجا خالص. عايز العب بيه يا عم العب جنبه جهاد او العب جنبه فتوح لازم، لكن ان انا العب بالشكل ده 3-4-3 بالشكل الصريح ده في تحفظ اوفر جدا في اول الشوط او اول حتى 65 دقيقه، انا بقول لك ده كده عدم قراءه اطلاقا. انا وجهه نظري كان ما حدش اتفرج اصلا على فريده من جهاز فني الزمالك كله. اقول لك على حاجه، سيبك من ما قبل، سيبك من احداث المباراه، سيبك من نص الملعب، سيبك من كل ده خالص. في حاجه برده غريبه قوي حصلت في الماتش. فريق ستيلنبوش ده في الشوط الاولاني كان بيهاجم شويه نوعا ما، كان مقدم الباك اليمين ومقدم الوينج اليمين اللي قدامه على طول، الاثنين كانوا طايرين شويه قدام، بس خلينا بالذات على الوينج الباك اليمين كان متقدم قوي، لدرجه ان في كوره جت لشلبي خدها واستلم في الشوط الاولاني، جات له كورتين، كوره بدري شويه يمكن اول ربع ساعه جات له كوره ما عملش بيها حاجه، كان ممكن يرمي ثرول فتوح، كان ممكن يعمل اكتر من حاجه ما عملش بيها حاجه. كان دي تدل على ايه؟ انه كان رايح موقف مش هقول لك 1 على 1، لا كان رايح مواجهه للمرمى. وفي كوره ثانيه جت لشلبي برده كانت وحده اللي هو خد الكوره كسر وشاط شبه كوره جول زيزو في سيراميكا الشوط الاولاني، الكوره اللي خدها شحاته تقريبا لعبها لشلبي وشلبي خد الكوره كسر شاط جت جنب العارضه. الكوره دي تيبيكال جول زيزو في سيراميكا بالظبط. انا بقى هنا عايز اتكلم في ايه؟ الباك اليمين طاير، وانا حاسس ده من اول الشوط الاولاني من اول 5 دقايق الباك ده طاير. طب انا كنت ممكن اودي زيزو ناحيته واخلي شلبي الناحيه الثانيه، تقول يا زواد بوظ ازاي؟ ولا هبوظ اللعب ولا اي حاجه، بالعكس انا زيزو لسه جايب جول من الحته دي الماتش اللي فات، اخليه على الحته دي واخليه هو اللي يروح. يعني الكره اللي كسر فيها شلبي دي لو ما عايزه ياخد الكره هيكسر هيشوط جول خلاص جول، ما لسه جايبها في سيراميك وجابها كتير زيزو في العموم، فعادي هيجيب جول بسهوله، عكس شلبي اللي يمكن في حياته كلها ما جابش جول ده غير مره او مرتين في الحياه كلها عنده. فلا انا الاول لما عندي لما الاقي باك بيتقدم وثغره دفاعيه وعنده مشكله ان انا اودي اللعيب الاجمد عندي، وخاصه على عدل زيزو على يمينه هياخد الكره هيكسر هيشوط. جات لي شلبي مرتين 3 على فكره، شلبي جات له الكره دي اكتر من مره طول المباراه وما عملش بيها اي حاجه. في كوره كان بيشوط، كوره ما كانش بيشوط، كوره كان بيتكف على وشه يقع. ما دي مشكله يا جماعه، ما ده هنا الكواليتي. طب ما انا عندي زيزو اوديه الناحيه الثانيه والعب عليه. هنا بقى في حاجه اسمها رد الفعل اثناء المباراه شغاله. يمكن المدرب الوحيد في مصر اخر كام سنه شفته مرعب في الموضوع ده فيريرا، مرعب بيعرف ياخد رد فعل اثناء المباراه شغاله، بيلاحظ حاجات معينه. الباك ده عنده مشكله. اقول لك على حاجه، ممكن يكون الواد الباك اليمين ده في العموم جامد، ممكن في العموم، بس ممكن يكون في المباراه دي بيتقدم قوي زياده عن اللزوم. فانا هنا لازم وانا بتفرج على المباراه ابقى انا مركز، ما انا واقف. ايه الفرق بين الكوتش؟ بص يا جماعه، في كلمه الكاتشانه دي مدرجه قوي في مصر، ان انا وانا واقف ملاحظ حاجات معينه، هنا في مشكله، هنا في مشكله، هنا في مشكلة. لازم اخد بالي والمباراه شغاله. سيبك من ما قبل، سيبك من تحضير المباراه، اثناء المباراه شغاله في تحضيرات بتحصل وحاجات بتحصل ممكن تتغير. يعني ممكن وانا بلاعب فريق مثلا في لاعب معين جامد، اللاعب ده ما بيبقاش شايفه قدامه، بتحصل عادي. ممكن انا بلاعب فريق اللاعب ده بيبقى جامد في العموم، لكن في المباراه دي وحش، بتحصل في العالم كله مش في مصر ولا افريقيا بس. فدوري وانا كمدير فني لازم انا شايف والله باك يمين ده طاير قدام، لا اقلب زيزو الناحيه دي خلاص وخلي زيزو هو اللي يزيد وهو اللي يتحرك في ظهر الباك اليمين، هيبقى اخطر بكتير من شلبي. انا ده كل الكور الخطر ملعوبه ناحيه شلبي للاسف. تخيل بقى زيزو هنا. فانا والنبي يا جماعه انا بقول دي قراءه للجيم والمباراه شغاله. يا عم سيبك دلوقتي من محلل الاداء قبل الماتش، انت كواقف انت كمدير فني واقف. يعني انا قاعد في البيت هنا بالساعه دي ماشي قاعد كده وبتفرج، طب لاحظت حاجه زي دي، انت كمدرب مش ملاحظ ده ليه؟ طيب ما دي مصيبه يا جماعه. او حتى محلل الاداء اللي معاك او الجهاز المساعد ليك اذا كان عبد العزيز امين عبد العزيز او حتى الناس اللي معاك، لازم يا جماعه دي حاجه باينه وواضحه جدا. اذا كنت تاخد رد فعل سريع كنت ممكن تسجل في الشوط الاولاني. في النهايه يا جماعه التعادل في العموم مش وحش، وجهه نظري الشخصيه ان شاء الله هنا هنكسب. وعلى فكره الواد الجفال احمد الجفال لو كان موجود النهارده وجهه نظري كان ممكن يسجل بالمساحات اللي موجوده ناحيه اليمين عندهم دي. الواد ده كان هياخد الكره سريع هو والدريبل بتاعه هياخد الكره هيروح على طول، وجهه نظر يعني. ولكن ما اعرفش بقى هو لسه مصاب ولا ايه، ما اعرفش، بس يا رب يخف ماتش جاي يبقى سليم. يعني كذا ما قلت لك باذن الله هنا هنكسب باذن الله وهنعمل ماتش كويس، ولكن كنا ممكن نكسب بره او نريح نفسنا اكتر بسهوله. كمان كنا ممكن نكسب ماتش النهارده يا عم على لو 1-0 اتعادل حتى 1-1، انا اجيب جول استفزه واجيب جول 1-1 افضل اكيد من 0-0. ولكن خلاص ماشي ده اللي حصل. تعادل الزمالك زي ما قلت لك كنتيجه في العموم مش وحشه، لكن قدام الفريق ده بالشكل ده لا، كان الزمالك النهارده المفروض يكسب المباراه. رفع لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.